اولا الرز وهو في المرحله دي زي ما انت شايف كده لازم يكون في ميه ارتفاع من 5 ل 7 سم عشان خاطر عمليه التلقيح تتم معايا بخير. الرز افضل رشه دلوقتي. الاهم من التحجيم عايز اقول حاجه، بص ثواني هوريك حاجه، تعالى بالكاميرا عليا كده، تعالى. طبعا اللهم ذكرنا بالشهاده عشان ما تشوفش العرض ده اهو ماشي. انا عايزك في المرحله دي ممكن انك ترش لي رشه فطري عشان تبقع الحبوب، الحبايه ما تلاقيهاش مبقعه كده، ما تلاقيش الحبايه زي كده فلتت مننا دي. يلا مش مهم مالكش نصيب تشوف العرض اللي انا عايز اوريه لك. المهم ايه افضل مواد فعاله ممكن نرشها فطري عشان نمنع ان الحبايه تبقى مبقعه معايا؟ ممكن ارش بيم 75 لو ما عنديش اصابه وعايز انزل ارش اتدلع كده وقائي. اذا كان في اصابه ان وجد اصابه فانت ممكن ترش ناتيفو 75 او مونكت 40% لتجنب الاصابه بتبقع الحبايه نفسها. طيب لو لقيت عندك ان فيه لون على السبله بني، ازاي تعرف ان ده هو فشل في التلقيح ونقص بورون؟ وازاي تعرف ان هو اصابه فطريه؟ تعالى قرب اهي قرب، هات لي العرض ده بس ابعد عن الضل بتاعك عشان يبقى ثواني بقى ربنا يسامحنا في ان احنا قطعناه. اهو العرض اللي انا بحذرك منه. لو لقيت الحبايه جوه منها جنين زي كده، الحبايه جوه منها جنين زي ما انت شفت كده وملونه، يبقى دي اصابه فطريه. لو لقيت التلوين موجود لكن مفيش جنين مفيش حبايه جوه، يبقى دي مشكله في حصل فشل في التلقيح والاخصاب للرز بسبب بقى عوامل جويه، عطش، نقص كالسيوم، بورون، اي حاجه. يبقى لو في جنين جوه الحبايه مليانه، اصابه فطريه، تبقع كاذب او ايا كان الاصابه الفطريه اللي معايا، او لفحه. فانا برضو نخلي بالنا من الكلام ده. الرشه بقى رشه التحجيم عشان برضو الكلام ما يسرقناش. احنا كده اتكلمنا، جيت اتكلم معاك على رشه التحجيم كلمتك فطري، معلش يلا الشيء بالشيء يذكر.